الفيديو ده مهم مهم مهم. ليه؟ لان لازم الكلام يطلع كده، يطلع كده على الهادي كده ومنسق كده ويريح كده ويطمن. ليه؟ لان المفروض اللي بيتفرج عليا ده واحد خايف جدا متوتر جدا لدرجه انه على صدده انه ياخد قرار انه يعيد ثانويه عامه دي من الاول، سواء كان بيكلم اهله او اهله بيكلموه في الموضوع. فاللي بيتفرج عليا ده بيعاني، لازم الكلام يطلع على الهادي. بس انا يا اسطى انا مش قادر اتكلم في الموضوع ده، بكرهه، بكره حوار التقسيم والتاجيل ده. واللي بيتفرج عليا عارف ان انا بعرف اتكلم وعندي عقليه وبعرف اعمل فيديوهات وبتاع، بس لسه مش قادر، ما بحبوش. بس يعني الفتره تقريبا اللي فاتت فتره طويله جدا مفيش تقريبا فيديو غيره وفي حته كده بتتكلم عن التاجيل في الكومنتات يعني والتقسيم وكده. فواجبي ان انا اعمل الفيديو ده، فانا هعمله. وبصراحه انا ما بحبش الفيديو ده عشان جمله شائكه هقولها وخلاص بقى. اول ما اخش في الموضوع احب اسرد شويه حقائق. شويه الحقائق ديت مهمه جدا عشان الفيديو كله هيبقى وجهات نظر، وعشان الموضوع ده كله اصلا وجهات نظر. مين اللي لازم يأجل؟ طب ويقسم عبد الرحمن؟ لا، هو مفيش حد لازم يقسم، مفيش في الوجود سبب يخلي واحد يقسم من وجهة نظري. مين يأجل؟ سبب قهري. ايديك الاثنين اتقطعوا هتعرف تحل برضه يعني، لو ايديك الاثنين اتكسروا واتقطعوا واتعملوا هتعرف تحل. تمام، فيعني قشطه يعني صباح الفل. دي الاسباب اللي لازم الواحد يأجل عشانها، اللي هو سبب قهري، اللي هو مثلا يعني انا مش عايز اقول حاجات وحشه، فاهم؟ لا قدر الله حاجه حصل، حاجه وحشه، مرض بتاع كده، تمام، حصل حاجه في البيت كده. لكن مش اي حد مراكم ولا ما فتحلوش مادتين ولا مش عارف اي حاجه ماشي في الشارع كده يلا اجل، فاهم؟ مش كده. خلصنا من الحقائق وعرفنا مين اصلا اللي المفروض يأجل ويقسم. نخش بقى في وجهات نظر كده. التقسيم والتأجيل، ننجز في الموضوع ده. التقسيم انا لقيت له سبب. مين اللي بيفكر ان هو يقسم في الوجود؟ واحد عايز يعلي مجموع، واحد لقى ان هو في سكه 3 مواد كده لو دخل هيجي يا دوبك هينجح، ومجموعه هيبقى زي الزفت، بس هينجح، بس مجموعه هيبقى زي الزفت. او حتى شاكك ان هو هيسقط، تمام، ما فتحهمش خالص. هو دوت الوحيد اللي بيفكر ان هو يقسم. من الاخر كده اللي بيقسم ده قلبه على المجموع، يعني مجموعه هيقل طب استنى اقسمها عشان مجموعه يزيد والجو ده، لكن ما فيش اي سبب تاني يخلي الواحد ان يقسم غير ان هو عايز يعلي مجموع. تمام. حد يقول لي طب ما انا ما فتحتش ال3 مواد. يا عم روح، ممكن تخش تلاقي كده ايه، صباح الفل اتفضل الامتحان اهو، عادي، بتحصل، فاهم؟ حفرك شويه في الكام يوم الجايين دول، الوقت رسمي ما اذفش يعني، حفرك شويه من الاخر كده هتسلك. وياما ناس ما سلكت، فاهم؟ يعني على الاقل خش، مش تستسلم كده تقول انا هقعد بقى. ما حد يقول ما لا، ما انا لو رحت كده مجموعه هيقل قوي. ايوه اهو، لفيت كده ورجعت لحته ان انت عايز تعلي مجموعه. نيجي هنا بقى في السؤال المهم. هل ثانويه عامه مستاهله ان هي تتاخد على سنتين؟ هل المجموع يستاهل ان انا ادفع منه سنه تانية من عمري؟ يعني لا، من وجهه نظري لا، يعني مش مستاهله بربع جنيه يعني هي تخلص في سنه ايا كان المجموع. بصراحه يعني بصراحه وجهه نظر، ودي الجمله بقى الشائكه. مش مستاهله ان انت تاخد ثانويه عامه دي على سنتين. المشكله كمان ان مش مثلا مش جارانتي يعني، لو مش ما فيش حد وعدك ان انت لو قسمت هتخش هندسه. نادرا اصلا لما تلاقي حد مقسم وجات معاه، فاهم؟ نادرا. فالمهم ايه، انا شايف ان التقسيم ده اكس كبيره كده، اكس كبيره بجد يعني، اللي هو بس دي وجهه نظر الحزينه المتواضعه. نيجي بقى عند التاجيل. بصراحه بص، وانا ما لقيتش سبب مقنع يخلي حد ياجل بمزاجه. يا عم خش واسقط واجل، يعني خش واسقط وعيد تاني احسن بكتير، فاهم؟ بدل ما تاجل السنه وكده. بس يا ده وجهه نظر يا رجاله على السريع كده. بجد انا ما بحبش الفيديو ده، بس انتوا طلبتوه كتير يا جماعه يعني. يا جماعه انا ما كنتش اعرف يعني ايه تاجيل وتقسيم بره ثانويه عامه. تقسم ايه يا عم وبتاع؟ يا عم خش واسقط، يا عم مش هتسقط. انت بقى همك على المجموع. يا عم والله يا ابني المجموع ما يستاهلش انت تاخده على سنتين. خلاص كده، وخش وهتيجي معاه. سلام.